بعيلتي كانت شغلة كتير أساسية، ما في وقت مو للكوميديا. الملحن بيكتب غنية يعبر فيها عن مشاعره سواء كان مبسوط سواء كان فرحان، الرسام بيرسم لوحة بيعبر فيها عن مشاعره سواء كان مبسوط سواء كان فرحان. فلا تعصبني الكوميديان لما ينكت نكتة كوميديا سوداء أو ينكت على وضعه أو ينكت على شغلة مأساة، لأنه كمان هذا هي التنفيس تبعه. بابا كان وقت توفى جدي كنا قاعدين عم نمزح، ضل اسبوع اذا بتجي امي بتقول له ليش عم تاكل بزر وتكبهم على الطاوله، وسخت لي لا حرام عليكي انا يتيم لا تحكي معي هيك. هذا ما يعني انه هو ما بكي على ابوه، هذا ما يعني انه هو ما زعلان، بس هو هي طريقه تعبيره بالحزن تبعه تماما. وحلاوته بعيلتي كلنا فهمانين هي القصه. يعني كلنا متفاهمين. عندكم بيئه حاضنه لتستوعبوا بعض؟ عندنا بيئه حاضنه لنستوعب، ما في نكته ما لوقتها. بآخر الأوقات قد ما كنت عم تبكي وقد ما كنت زعلان بتاع حكي نكتك رح يضحكوا علي العالم، رح يمسح دموعه وهو عم يضحك. بالعكس أوقات بيكون بدنا إياها، حسسني إني طبيعي. هلا في ناس بتدفن حالها بشغلها، في ناس بتدفن حالها بكذا، في نحن هيك نتعامل معه.